السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناة طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله نتكلم على فنونزة الطيور. طبعا الانفلونزا بصورة عامة عند كل الطيور. حلو الكلام. فاول حاجه هنبتدي بيها هي الرومي. طبعا عارفين الرومي اللي هو نوع من انواع الفراخ البراده، بمعنى عشان بيحتاج نسبه بروتين اعلى، فاحنا ما بندوش نسبه البروتين بتاعته، فهو متعرض للبرد اكتر. تمام. يبقى احنا عرفنا هنا كده ليه الرومي بيبرد اذا كان صغير او كبير. طبعا الرومي ما بيحبش الرطوبه، فبيبات في اماكن عاليه. فلما بيبات في اماكن عاليه وهو مش واخد نسبه البروتين بتاعته، فهنا متعرض للبرد معايا اسرع. طيب يا عم احمد، البروتين بيعمل معايا ايه؟ البروتين ده بيسخن جسم الحاجه. زياده البروتين بيسخن معايا جسم الحاجه، وده اللي هنحتاج نعمله في الفتره اللي جايه. هنحتاج نعمل ايه يا عم احمد؟ هنحتاج نزود نسبه بروتين، يعني هنزود الفول شويه في العلفه بتاعتنا، او هنجيب علف بياض 18%. الكلام ده لو حاجه كبيره. طيب لو حاجة صغيرة طبعا هنركز على علف التسمين اللي هو 23، عشان عايزين نرفع نسبة البروتين، عشان نسبة البروتين بترفع معايا نسبة الطاقة في جسم الحاجة. دي أول ملحوظة. تاني ملحوظة، هدي معايا شوية فلفل أو شوية شطة، فلفل اسود او شطة. ليه الحاجتين دول ندوم لهم المغرب؟ عشان بيرفعوا معايا نسبة الحرارة بتاعة جسم الحاجة. فمن هنا لو في التهابات يشيلها، او الصبح الساعة 6، يعني بعد المغرب او الساعة 6 الصبح. تمام. في الوقت الحر، في الوقت الساعة، ادي معايا الحاجات دي هتظبط معايا درجة الحرارة بتاع جسم الحاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.